السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم في فيديو جديد فاخر من الآخر. بيبدأ الفيلم مع جوجو بيكون بيتدرب مع جده تدريب توازن، وبيكون التدريب صعب على جوجو وبيضرب جده ضربة قوية بوجع على الأرض. وبيبدأ جده يعلمه فنون القوة والقتال وإزاي يقدر يستخدم قوته الداخلية بدل ما يستعمل حواسه بس. ممكن يستخدم طاقته كلها عشان يفوز على اللي بيواجهه، لكن جوجو عنده مشكلة دايما في المدرسة إن أصحابه بيتنمروا عليه، وبيستأذن جده عشان يستخدم قوته عشان يعلمهم الأدب. ولكن جده بيرفض عشان عارف قوته عاملة ازاي، وهو مش بيعلمه عشان يضرب الناس العاديين، وإنه بيعلمه عشان هدف معين هنعرفه بعدين. وبيتضايق جوجو ويكون ماشي، لكن جده بيوقفه وبيديه هدية وبيقوله إن هو ما كانش ناسي عيد ميلاده، ولكن هو كان عاوز يعمله مفاجأة. وبيفتح جوجو الهدية وبتكون الهدية كورة من كرات دراجون بول، وبيعرفه جده إن الكورة دي الكورة الرابعة عشان فيها 4 نجوم. وبيقول له إن اللي هيعرف يجمع 7 كرات هتكون عنده قوة كبيرة جدا، لكن كورة واحدة مش هتعمل حاجة. وبيقول له حافظ عليها في مكان آمن. وتاني يوم جوجو بيروح المدرسة بالعجلة بتاعته، ولكن واحد من صحابه بيكون راكب عربية وبيكسر له العجلة بتاعته، فبيتضايق جوجو ويقف يتكلم معاه. والشاب ده اسمه فولر، وده بيكون من ضمن الشلة اللي بتنمر على جوجو، ولكن جوجو مش بيرضى يواجههم بسبب وعده لجده. وفولر بيفضل يتريق على جوجو وبيقول له اضربني لو تقدر. وبيقف جوجو وهو بيحاول يسيطر على غضبه لأنه عارف لو انفجر هيضربهم كلهم. وفولر بيفكره ضعيف ويفضل يتريق عليه. وبينتقل بينا المشهد واحنا بنشوف واحد اسمه بيكولو وهو بيحاول يجمع كرات دراجون بول. وأول مكان بيروح له هي قرية في الصحراء، لأنه عارف إن فيها كورة من الكور ال7، وبيبعت المساعدة بتاعته عشان تجيب له الكورة. وبتطلع الكورة مع واحدة وبنتها، وأول ما بتحس إن في خطر حواليها بتحاول تستخبى، لكن مساعدة بوكولو بتعرف مكانها فين، لكن بتحاول تحمي بنتها وبتديهم الكورة. وبيظهر بوكولو من ورا الست ويؤمر المساعدة بتاعته تقتلها. وبينتقل بينا المشهد للفصل اللي بيكون فيه جوجو، وبيكون المدرس بيشرح نظرية الخسوف والكسوف، وهتحصل النظرية دي بعد أسبوعين من النهاردة. وجوجو ما بيكونش مركز في الحصة لأنه بيبص على بنت زميلته اسمها تشيتشي، بس مش عارف يصرحها بحبه وبيفضل يبص عليها وبيتخيلها وهي بتبصله وبتضحك له، لحد ما المدرس يجي وبيقوله ايه اللي كنت بشرحه. وجوجو بيقول أي حاجة بالصدفة وبتطلع صح. وبعدين بنشوفه وهو بيراقب تشيتشي وهي بتكون بتحاول تفتح الدولاب بتاعها وما بتعرفش. جوجو بيكون عايز يساعدها ويفتح الدولاب بقوته الداخلية، بس بيكون خايف يلفت نظر صحابه. وأول ما الطرقة فضيت بيجمع قوته كلها وبيجيبها في دولاب تشيتشي، لكن كل الأدلبة اللي حواليها بتتفتح. واتخضت تشيتشي من المنظر وبصت حواليها، وساعتها أخدت بالها إن جوه اللي كان واقف، وعرفت إنه بيستخدم قوة خارقة، فراحت عنده وسألته أنت اللي فتحت الأدلبة؟ فما بيقدرش ينكر عشان يعجبها. وبتطلع عارفة حكاية القوة الداخلية وإنها بتتمرن عليها بقالها فترة بس مش عارفة تستخدمها، ولكن جوجو بيكون خايف إن حد تاني يعرف سره. وتشيتشي بتعزمه على الحفلة تكون عاملاها عندها في البيت، وبيوافق على طول وبيروح البيت عشان يظبط نفسه عشان الحفلة، لكن بيفتكر الكرة اللي اداها جده وبيقرر ياخدها معاه. وبيوصل جوجو الحفلة وهناك بيلاقي أصحاب فولر واقفين برا وبيقعدوا يتنمروا عليه، فما بيرضاش جوجو يستسلم المرة دي كمان وبيرفض يمشي. فالشباب بيكونوا متضايقين منه وبيكونوا عاوزين يضربوه، وفعلا بيفضلوا يتخانقوا معاه. ومن غير ما جوجو يمد ايده ولا حتى يتبهدل بيقدر يتفادى كل ضرباتهم بكل مهارة. وكل ده تشيتشي كانت واقفة تتفرج عليهم وشايفة اللي جوجو بيعمله، وبتكون معجبة بجوجو. وبعد كده بتاخده وبتدخل الحفلة، وجوجو ما بيكونش مصدق اللي هي أخيرا اتكلمت معاه، وبيقول لها إن ده أحسن عيد ميلاد قضاه في حياته. وبيحكي لها عن عيلته، وبنعرف إن أبوه وأمه ماتوا وهو عنده 18 سنة، ومن وقتها وهو عايش مع جد. بينتقل بنا المشهد وجده كان قاعد يتمرن تمرين التأمل، وفجأة لقي مساعدة بوكولو دخلت عليه البيت. وبيطلع العجوز ده نينجا عشان بيقدر يدافع عن نفسه بكل مهارة، ولكن اللي بيصدمه إنه بيلقى بوكولو واقف قدامه وبيقول له إن كان عارف إن الكرات مش في البيت، ولسه العجوز كان هيهجم عليه وبيكولو سيطر عليه وخلاه يقع على الأرض.
وطلع بره وهدم البيت فوق دماغه. وفي اللحظة دي كان جوجو واقف مع تشيتشي وحس إن جده حصل له حاجة، وطلع يجري يطمن على جده، فبيكتشف إن البيت مهدوم وجده مرمي تحت التراب، وبيجري بسرعة يطلع، ولكن للأسف جده كان بيطلع في الروح. بس قبل ما يموت بيبلغه كام رسالة وبيعرفه إن لازم يدور على المعلم هوشي، وبيقوله إن بكول اتحرر من المصباح، وكمان لازم يجمع السبع كور قبل الخسوف، وبيقول له إن الأهم من كل دوت إنك تؤمن بنفسك ومش أي حاجة تانية. وبعدين بيموت وبيزعل جوجو على جده، وتاني يوم بيروح يدفنه وبيجهز نفسه عشان يمشي من البيت، فبيروح ياخد البدلة اللي كان بيتدرب فيها، ولكن بيحس إن في حد في البيت، فبيتسحب على طراطيف صوابعه لحد ما بيكتشف إنها بنت. في البداية كان فاكرها بيقوله، لكن البت بتقوله لو كنت بيقوله ما كنتش سبتك واقف كده، وبتقوله إنها جاية ترجع الكرة بتاعتها من اللي سرقها. ولكن جوجو بيحاول يهرب منها بسرعة وهي مش بتسيبه، عارف إن أبوها جاب الكرة دي من 20 سنة وهي مش هتفرط فيها كده بسهولة. ولكن جوجو بيعرفها إن الكرة دي بتاعته وفيها 4 نجوم، فالبنت بتستغرب وبتقوله لأ 5، فبيوريها الكرة وساعتها بتتأكد إنها 4 نجوم، وبتعرف إن دي مش الكرة اللي بتدور عليها. فبيسألها جوجو عن اللي حصل معاها، وبتحكيله إنها كانت نايمة في الليل وحطت الكرة في مخزن عالي الحراسة المشددة، لكن في حد هجم على المخزن واتخطى كل الحراس وسرق الكرة بكل سهولة. ولما طلعت تدور عليه جهاز التتبع دلها على الكرة بتاعته، وده معناه إن الجهاز هيفيدهم هما الاتنين جدا. علشان كده جوجو بيقول لها إن جده طلب منه قبل ما يموت يجمع الكرات السبع، وبيعرفها إنه بيدور على واحد اسمه المعلم هوشي عشان في النهاية يجمعوا السبع كرات مع بعض، وبيعرض عليها إنها تتعاون معاه عشان من ناحية يوصلوا الكرات ومن ناحية يوصلوا المعلم هوشي، وبتوافق وبتقوله إن اسمها بولما. وبعد كده بتطلع حاجة من الشنطة وبتحولها لموتوسيكل، وجوجو بيكون منبهر من الأدوات اللي معاها لأول مرة يشوفها. بعد كده بيتحركوا في طريقهم وبيروحوا المدينة، وبدأ يحس جوجو إن بيكولو قريب منه، وبتطلع بولما جهاز تتبع الكرات وبتكتشف إن في كورة قريبة منهم، وبيروحوا على مكانها وبتكون الكورة في بيت، وبيدخلوا يدوروا على الكورة في البيت، وكل ده بيكون صاحب البيت نايم وبيوقع حاجة من الدولاب وبتعمل صوت عالي، فصاحب البيت بيصحى وبيهجم على جوجو، وبتدور ما بينهم معركة كبيرة جدا. جوجو كان واضح إنه ضعيف جدا، وعشان كده بيقرر إنه يستخدم الطاقة الداخلية. أول ما بيطلعها من جواه بيطلع الراجل عارفها وبيسأله عن جده، وبنعرف إن الراجل دوت هو المعلم هوشي اللي بيدور على جوجو، وهو كمان اللي درب جده زمان على الطاقة الداخلية. جوجو بيقوله إن جده مات وبيحكيله على كل اللي قالهوله قبل ما يموت. هوشي بيزعل عليه بس بيقوله مفيش وقت للزعل، لأنه بيعرفه إن العالم حاليا في خطر ولازم يجهزوا نفسهم للقتال ويلحقوا يجمعوا الكرات السبع قبل ما بيكونوا يوصلهم. وبيبدأ يدور على الكرة اللي في البيت، لكن هوشي ما كانش فاكر مكانها، ولولا جوجو كان بيحس بالكرات ما كانوش لاقوها. بس هنا بنلاحظ حاجة، إن كل ما جوجو بيشوف كورة ويبص جواها كان بيفتكر حاجة قديمة، وتقريبا كده في سر ورا ذكرياته دي، وبياخد هوش الكرات منهم وبيعرفهم إنهم لازم يتحركوا في أسرع وقت ومش فاضل غير 7 أيام على الخسوف، ولو بيكون وصل للكور قبلهم ساعتها هيبقى في دمار كبير على الأرض. في نفس الوقت بيكون بيكولو بيدور على الكرات السبع لحد ما بيلقى واحدة في البحر، فبيفضيه وينزل ياخدها. وبينتقل بينا المشهد لجوجو واللي بيكون بيجهز نفسه عشان يطلع الجبل، وهوش كان بيتمرن فيه، وهو ده المفروض جبل التنين، بس بيخلي جوجو يشيل حاجات كتيرة ويجري جنبيهم، أما هما بيركبوا الموتوسيكل وبيجروا قصاده، وبيقدروا أخيرا يوصلوا للجبل. وهناك جوجو بيتفاجأ إن تشيتشي بتتمرن هناك، وبنعرف إنها من ضمن مقاتلين الجبل، والمفروض إنها بتتدرب عشان توقف بكولو. ومن بعدها بيتمرنوا كل يوم مع بعض وبيبدأوا رحلة تجميع الكرات عشان يجمعوها قبل بيكولو، لحد ما بيقعوا في حفرة كبيرة ومعرفوش يخرجوا منها. فبيظهر لهم شاب اسمه ياماشا وبيعرض عليهم إنه يساعدهم، بس في مقابل إنه ياخد عربية بولما، ولكن بولما بترفض العرض بتاعه، وعشان كده بيقضوا اليوم كله في الحفرة. فبيستغل هوش الوقت وبيحكي لهم قصة قديمة عن الكرات السبع، وبيعرفوا إنه بيكونوا عنده مساعد اسمه أوزارو واللي عايز يجمع الكور عشان يرجعه، وساعتها هيسيطر على الكوكب كله. بس اللي هيقدر يجمع الكور السبع هيقدر يستعيد روح التنين الأسطوري وبيحقق أمنية واحدة للي بيستدعيه، عشان كده هما لازم يوصلوا للكور السبع قبل ما بيقولوا يتمنى الأمنية. وبيطلع ياماشا بيسمع القصة هو كمان، لكن جهاز التتبع بيلقط إشارة إن في كورة قريبة منهم، وساعتها هوشي بينط نطة بيطلع بيها من الحفرة. ولكن ياماشا لما بيشوف قوة المعلم هوشي بيطلب منه يعلمه،
وبينضم ليهم في الفريق، وكمان بيساعدهم إنهم يوصلوا للكورة، وبيحفروا نفق في الأرض وبيلقوا حفرة كبيرة. وفي نفس الوقت بيكون بيكولو وصل لنفس المكان وبيعرف إن هما كمان بيدوروا على الكرات، وعشان كده بيستدعي بيكولو جيشه وبيخليهم يحاربوا جوجو وأصحابه. وبتطلع الكورة في وسط بركان، وبتطلع من جوا البركان وحوش كتيرة بتطارد جوجو وأصحابه، ولحد ما جوجو بيشغل عقله وبيعدي من فوق جثث الوحوش وبيقدر يوصل للكورة. لكن مساعدة بيكولو بتوصل وبتكون عاوزة تاخد الكورة، بس بيقدر يضربها بسهولة وبياخد الكورة وبيرجع لأصحابه. لكن هوشي كان حاسس إن الوقت بيعدي ولازم يوصلوا للسبع كرات، وخصوصا ما فاضلش غير يوم واحد على الخصوم، وبياخدهم لقرية اسمها توسان. وفي الوقت ده بنكتشف إن مساعدة بيكولو كانت بتسمعهم وعرفت إن هم رايحين فين، وبنشوف هوشي وهو رايح للمعبد اللي كان بيتمرن فيه، وخاصة المدرب بتاعه اللي بيطلب منه يديله قوة المعبد، ودي قوة كبيرة واللي بيمتلكها بيقدر يسيطر على القوة الداخلية، ودي اللي هيمتلكها هو المختار الشخصي اللي هيقف ضد بيكولو واللي هو جوجو طبعا. وبنتقل بينا المشهد واحنا بنشوف تشيتشي بتقاتل ضد مساعدة بيكولو، لكنها ما بتعرفش انها مساعدة بيكولو، وتشيتشي بتكون اقوى منها. بس مساعدة بيكولو ما بتكونش جاية تهزم تشيتشي، هي جاية تاخد نقطة دم منها لانها بتجرحها من غير ما تحس، وبتاخد منها الدم وبتمشي، وبكده بتكون خسرت لان ده ضد القوانين، وبكده بتكون فازت تشيتشي بالماتش. وبيروح جوجو يهنيها، وفي نفس الوقت بتكون بولما وماشو وبيظهر على الاتنين انهم بيحبوا بعض. وفي نص الليل بيكون بيتدرب جوجو وبتدخل على تشيتشي وبتكون معجبة بيه جدا، وكمان بتديه نصيحة وسر القوة اللي بتخليه ينور الشموع من غير نار. وبعد كده بنروح لوجو وهو قاعد مع الكاهن وهو بيستدعي قوة المابا، وفي نفس ذات الوقت بنشوف بولما وهي نايمة وبتصحى مفزوعة لأنها بتسمع صوت حد طالع من أوضة جوجو، ولما بتخرج بتلقاها تشيتشي ومش هترضى تقول لها أي حاجة وبتعتذر لها. فبيوصل ياماشو هو كمان وبيلقاهم واقفين مع بعض، ولكن تشيتشي بتتكسف منهم وبتجري، وتبص بولما في جهاز التتبع وبتعرف إن تشيتشي سرقت الكورة، وبيطلع يجري وراها لكن بتعطلهم وبتولع نار في الممر. بس المفاجأة إن تشيتشي بتطلع اتنين مش واحد، واحدة منهم بتكون تشيتشي الحقيقية والتانية بتكون مساعدة بيكولو. وبنعرف إن نقطة الدم اللي خدتها من تشيتشي في الحلبة استخدمته عشان تحول شكلها وتبقى شبه تشيتشي، وساعتها تقدر تدخل الأوضة بكل سهولة. بس من حظها بقى إن تشيتشي ظهرت ووقفت قدامها، وساعتها جوجو بيدخل ويبص عليهم ومبيبقاش عارف مين فيهم حبيب، عشان كده بيقف يتفرج عليهم لحد ما واحدة فيهم بتقع على الأرض وبتترجاه إنه يساعدها، فبيفتكرها حبيبته وبيروح يضرب التانية بالنار اللي بتحاول تفهمه إنها تشيتشي الحقيقية. ولسه بيبص وراه وبيلقى مساعدة بيكولو ماسكة مسدس ومصوبة ضربة قوية عليه، فبيقع جوجو على الأرض ومغمى عليه، ومساعدة بيكولو بتهرب وبترجع لشكلها الطبيعي، وهوشي بيوصل هو كمان وبيحاول يساعد جوجو ويرجع له وعيه. وقت ما بيكون جوجو مغمى عليه كان بيحلم بجد وبيكلمه إنه يؤمن بنفسه عشان يقدر يهزم كل الأعداء. لكن الحلم ما بيطولش، ده لأن هوشو بيستخدم كل قوته وبيستخدم حاجة كده شبه الصاعقة الكهربائي عشان يفوق جوجو من تاني. وقتها بتقول لهم بولما إن بيكولو وصل ل7 كرات، وبيعرفهم هوشي إنهم لازم يروحوا للمعبد تاني لأنه أكيد هيروح هناك وهيستدعي التنين، وبيتحركوا كلهم للمعبد في نفس الوقت. كان بيكولو قاعد يقول تعويذة بتاعة روح التنين وخلاص كان جرب يخلصها، وقبل ما التنين ما يظهر بيوصل فريق جوجو وهوشو بيهجم على بيكولو. وقتها بيكولو بيتعصب وبينزل يواجههم بنفسه، ولكن المفاجأة الكبيرة إن الخسوف بيحصل، وساعتها بنكتشف إن أوزارو هو نفسه جوجو بس كان متخفي، وده بيكولو بيستغله وبيستحضر روح أوزارو اللي جواه. ولو تفتكر إن جوجو كان بيشوف ذكريات لما يبص للكورة عشان عاش قبل كده على هيئة أوزارو ومر مع بيكولو بكل اللي مر بيه لما كان عايز يدمر الأرض، وعشان كده بيرجع يسيطر على جسم جوجو من تاني وبيتحول لشكل غوريلا عملاقة وبيفضل يقاتلهم، ومن ضمنهم هوشي اللي بيفكروا بنفسه زمان وحقيقته اللي جواه. ولكن للأسف وزارو بيقتل هوشي، وساعتها بتبدأ روح جوجو تحس بالعذاب وبيفتكر كل النصايح اللي بيحبوه وإنه لازم يؤمن بنفسه، فبيبدأ شكله يرجع طبيعي. وده اللي بيكونه مبيبقاش مصدق وبيبدأ يهجم عليهم، لكن جوجو كان أقوى منه وبيدخل الاتنين في مواجهة شرسة. في نفس الوقت كانت بولما بتقاتل مساعدة بيكولو، لكن جوجو بيجمع روح زورو بس المرة دي في شكل جوجو، بدال ما كان هيساعده بيقتله وبينهيه. وبعدها بيجري وبيطمن على هوشي وبيلقاه مات، وساعتها بيستخدم الأمنية الوحيدة ليه
وبيطلب من التنين إنه يرجع له هوشي للحياة، فروح هوشي بترجع من تاني، وبعد ما مهمتهم بتخلص بترجعوا للمعبد من تاني، وهناك بيلقوا تشيتشي حالتها بقت كويسة. وبس كده بيخلص فيلمنا للنهاردة. لو عايزين فيلم جديد اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فاخر من الآخر، يلا سلام.